صباح الخير عليكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج قعدة جدعان. طبعا زي ما احنا عارفين ان احنا كل يوم بنتكلم في موضوع مختلف ومهم جدا، ومواضيعنا بقى بدأنا نختلف فيها اكتر ونبص على الفئة الشبابية وحتة المواهب والفئة الفنية وحاجات كتيرة جدا لازم نلقي او نسلط الضوء عليها. قبل ما نتكلم في اي حاجة خلوني في البداية ارحب بزمايلي. صباح الخير عليك يا رانيا. صباح الخير يا كريم. صباح الخير يا ابتسام. صباح النور يا كريم. مصر دايما مليانه بمواهب شابه وخاصه في مجال الفن والتمثيل، بس طبعا مع وجود الشلاليه والمحسوبيه بتضيع احلام شباب كتير موهوبه. ومش بس كده، احنا كمان بنضيع على المشاهد ان هو يتمتع بوجود وجوه شابه على شاشه التلفزيون. بس ده مش معناه ان كل الشباب بتستسلم للوضع اللي حاصل. لا، احنا معانا شباب بتعافر لغايه ما بتوصل لحلمها. وزي ما عودناكم في قعده جدعان ان احنا دايما بنجيب معانا ضيف بيحاول يتميز في مجاله. فالنهارده معانا فنان شاب شارك في اعمال فنيه كتيره، منها مسلسل لدينا اقوال اخرى، مسلسل حب عمري، وبيشارك لسه في مسلسلات بيعملها زي السجل الاسود، فيلم المستشفى. معانا ومنورنا النهارده في البرنامج الفنان الشاب محمد عبد الواحد. ازيك يا محمد؟ الحمد لله. اهلا وسهلا بيك. صباح الفل عليك. صباح الفل يا محمد. خليني اتكلم معاك قبل ما نبتدي الكلام عن اعمالك الفنيه. خليني اسالك سؤال، انت الاول يعني اكتشفت موهبتك ازاي في التمثيل؟ هل حد لاحظ عليك الموهبه وقدر يساعدك ان انت تحققها، ولا انت لاحظت الموهبه دي فيك وبالتالي بدات تاخد الخطوات ان انت توصل لحلمك في البدايه؟ هو اكيد محدش بيلاحظ لو عنده موهبه، بيلاحظها في نفسه. اكيد بيبقى في شخص بيبقى مرايه ليك، هو بيقول لك انت عندك حاجه في الحته دي، او عندك انت موهوبه في الحته دي. فاللي كان شغال معايا على الحته دي والدتي الله يرحمها، لاني كنت دايما بتفرج على الافلام، ممكن اقلد قدامها مشهد ممكن بطريقه ساذجه جدا لاني كنت طفل، بس هي كانت بتشجعني في ده وكانت شايفه فيا حاجه، فبدات تقول لي يعني اعمل لي ده تاني، ممكن تعمل لي حاجه غيرها. فبدات تشتغل عليا على ده. لما كبرت شويه فهمت هي كانت بتعمل كده ليه. يعني والدتك هي كانت الداعم الاول ليك في الموضوع ده عشان توصل لحلمك. بالظبط. بعد كده انت بدات تاخد الخطوات، يعني من امتى مثلا بدانا ندخل للخطوات من اول مشوار مثلا؟ ممكن يعني في الابتدائي، في مدرسه الابتدائي كنت بشارك في الانشطه اللي كانت بتتعمل في المدرسه. بس برضو ما كانش ده، ما كنتش فاكر ان انا عندي موهبه برضو، يعني كنت واخدها موضوع لعب وهزار. تمام. لكن لما كبرت شويه بدات افهم شويه يعني ايه تمثيل، ويعني ايه ان انا عندي موهبه في الحته دي. فبدات اشتغل على نفسي ممكن من سن مثلا 18 سنه. محمد، انت قدمت فيديوهات كتير على التيك توك. تمام. اغلبها فيديوهات كوميديه. ايه الرساله اللي انت كنت عايز توصلها للجمهور من خلال الفيديوهات اللي انت كنت بتعملها دي؟ والله انا ساعات كتير ان انا اخد فرصه، فكان الموضوع ده بالنسبه لي صعب وصعب على ناس كتير مش انا بس. فاستغليت موضوع السوشيال ميديا. طبعا احنا عارفين السوشيال ميديا دلوقتي عامله ازاي. استغليت ان انا اصنع فرصتي بنفسي، يعني اظهر نفسي والناس تعرفني اكتر. فحبيت اعمل حاجات بسيطه كوميديه الناس بتحب تضحك كتير، فاستغليت ده ان انا اظهر الناس تعرفني، وفعلا الحمد لله قدرت انجح في ده. لكن انا مش حابب اكون بلوجر او تيك توكر او كده، فخدتها بس ستيب. طب انت هتكمل في اللون الكوميدي ولا انت ممكن تعمل دراما؟ يعني ممكن في وقت نلاقي محمد بيقدم لنا حاجه دراما؟ انا فعلا شغال على حاجه دراما دلوقتي، وفي مسلسل السجل الاسود. ان شاء الله يعني هيتعرض قريب ان شاء الله. ان شاء الله. طيب يعني احنا طبعا عارفين ان الفنان او الممثل عامة هو اللي يؤدي اي دور وبأي شكل، ما عندوش اي مشكلة. لو قلنا ان احنا هنخرج عن الاطار الكوميدي، هتختار انهي دور تأديه؟ بحب الاكشن وبحب الدراما. بحب الكوميدي جدا، بس مش حابب اتحصر فيه. يعني احب كل الالوان، بس يعني حابب اقدم كل حاجه بس بالجرعه المعقوله، ما تكونش اوفر بس في اي حاجه منهم. يعني ما يكونش اوفر في الاكشن او اوفر في الكوميدي او اوفر في الدراما. كل حاجه بالجرعه المناسبه للمشاهد. طيب سؤالين ضد بعض كده. يلا بينا. الحاجة اللي ساعدتك والحاجة اللي عطلتك؟ الحاجه اللي ساعدتني الناس اللي حواليا اللي بتدعمني، وموضوع السوشيال ميديا فرق معايا كتير.
الحاجه اللي بتعطلني طب في حد يعني حابب توجه له من خلال الشاشة شكر او رسالة او حاجة؟ والله ناس كتير قوي، وانا لو ذكرت حد بجد يعني في ناس كتير هتزعل مني. ف يعني كل الناس اللي حواليا هم عارفين نفسهم واحد واحد. طب كان احساسك ايه بقى في اول مره دخلت فيها البلاتو ولقيت نفسك بتمثل كده وهتطلع على الشاشه؟ يعني ما كنتش قادر اقف بجد يعني. بس طبعا ما خليتش حد يلاحظ ده عليا. كنت درجه رجلي بتترعش، انا مش قادر اقف مكاني، فبدات انظم نفسي عشان خاطر اركز في اللي انا فيه. يعني كنت انا هعمل لك مفاجأة النهاردة بقى، انا عاوزك تكلمنا عن الصورة دي. الصوره دي في مسلسل السجل الاسود. كلمنا بقى عن فريق العمل وعن يعني اللحظة دي كانت ايه، عبارة عن ايه؟ ده المسلسل لسه التصوير. احنا لسه التصوير. بس يعني في الاول بس اسمحوا لي اعزي استاذ جميل مغازي في وفاة والده. بقاء لله. بقاء لله يا استاذ جميل. استاذ جميل هو اللي رشحني للمسلسل واداني دور كويس بصراحه، هو مختلف عن اللي انا لعبته كله قبل كده. الكرو كله جميل، استاذه لبنى ونس، استاذ هالة فاخر، كانوا بمثابه اخوات كبار وامهات ليا قبل ما نكون زملاء في الشغل، وفرق معايا ده كتير بجد. طيب حضرتك استاذ محمد، يعني انت كان ليك برضو دور قمت بيه في فيلم حب عمري، تمام؟ مسلسل حب عمري. مسلسل عفوا. طيب لو تكلمنا شويه عن الكواليس اللي حصلت معاك، خصوصا ان احنا عرفنا ان يعني كان ما كانش يعني هيتم اختيارك في الفيلم، وجي عن طريق صدفه غالبا. بالظبط. فكلمنا ايه الكواليس اللي حصلت عشان يتم اختيارك في المشهد ده؟ هو المسلسل انا كنت رايح من ضمن الكومبارس المجاميع. تمام. يعني واحنا موجودين في المكان، انا كنت بنزل المجاميع عشان خاطر بس اشوف اللوكيشن واتعلم من المخرجين واشوف النجوم بتشتغل ازاي، يعني مش مجرد ان انا اروح اظهر بس في عمل. لكن في وجودي في اللوكيشن في احد مساعدين الاخراج اختارني من ضمن الناس، قال لي تعالى هنعمل معاك، يعني هتعمل معانا مشهد. يعني الموضوع جه عن طريق الصدفه في المسلسل. طيب لما حسيت ان انت بدات خلاص تاخد الخطوات الفعليه في بدايه مشوارك، يعني ايه اللي انت حسيت بيه؟ ايه اللي انت قلته في قرارة نفسك كده لما خلاص بدات ان انت تدخل المجال بشكل يعني قائم بذاته وبقيت تاخد ادوار فعليه؟ يعني ايه اللي انت حسيته؟ ايه اللي انت هدفك توصل له خلال المرحله الجايه؟ اول حاجه فكرت فيها ان انا يعني حمدت ربنا ان انا ماشي في صح، يعني في الطريق الصح، ان انا اتعرض عليا الادوار دي، انا ماشي في التراك المظبوط. تمام. بس اللي انا عايزه بعد كده ان انا اكون مؤثر ايجابي، يعني مش محتاج اكون نجم شباك اول ولا حاجه، لا انا عايز بس اكون مجرد ممثل بسيط باثر ايجابي بس في المشاهد. حسيت في مره مثلا ان انت يعني جالك مثلا احباط او اتاثرت بزعل، يعني ان انت مش قادر توصل لحلمك، خصوصا يعني اكيد بيبقى فيه صعوبات في الاول عقبال ما نوصل لطريق البدايه او نعرف الطريق ان احنا حطينا رجلنا على اول سلمه مثلا؟ فهل انت كنت يعني حسيت بزعل شويه او حسيت بتاثر ان انت مثلا مش عارف تقدر توصل لخطوه معينه؟ اكيد طبعا وصلت المراحل دي، بس يعني الحمد لله ربنا نعم عليا بالاراده والاصرار. الحمد لله. يعني انا برضو وقتي مش كافي للسعي في موضوع التمثيل، لكن ربنا بيقدرني في ده. في شباب كتير بيجي لها احباط لما بتحس ان هي مش قادره توصل لحلمها. ايه الرساله اللي محمد ممكن يوجهها للشباب دي علشان ان ما ييأسوش ويفضل يعافر لغايه ما يوصل لحلمه اللي هو عايز يحققه؟ والله الموضوع بسيط جدا، يعني هقول كلمتين بس، انت عايز توصل هتوصل، مفيش حاجه بتعطلك، مفيش يعني هو اللي عنده اصرار هيوصل. بالظبط. طبعا انا بصراحه انت عارف طبعا دايما بيكون الحديث شيق لكن الوقت ضيق، فاحنا حابين نشكر حضرتك جدا جدا على الفقره الجميله دي، وطبعا هيكون لينا حلقات تانية متواصله معاك، وبكده بنكون بنختم فقرتنا الاولى، واستنونا بعد الفاصل.